السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوا القناة مش تعملوا القناة لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض الفراخ البلدي ديت حشيها كده بالمرتة وبالزبيب. تمام، طعمها هيديكي نتيجة مذهلة بجد بالزبيب. جربيها هتعجبك جدا جدا. زي ما احنا شايفين كده جبت معايا فراخ بلدي دي متربية في البيت وكده حلوة جدا. طبعا غسلتها بمية وملح وليمون وجنزبيل كويس جدا جدا. جبت معايا بقى الحشوة اللي هحشيها بيها. معايا كده بصلتين كده مقطعاهم مكعبات، ومعايا كده شوية من الزبيب، حطيت عليهم شوية من الفلفل الاسود. تمام، وهنزل عليهم بشوية من رشة بسيطة كده من الحبهان البودر زي ما احنا شايفين كده. وهنزل عليها بمعلقة كبيرة من الملح على المرتة بتاعتنا دي. جربي الزبيب على المرتة هتديكي طعم ونتيجة حلوة جدا، بتديكي طعم جميل جدا في الفراخ. قلبت كده المكونات كلها الحشوة اللي معايا زي ما احنا شايفين كده مع البهارات، وهنبدأ بقى نجيب الفراخ نحشيها بقى. طبعا اهم حاجة في الطيور زي ما احنا متفقين مع بعض غسيل الطيور حلو جدا. مية وليمون وملح وجنزبيل. الجنزبيل حلو جدا في غسيل الطيور، بيودي منها اي ريحة زفارة نهائي. طبعا زي ما احنا شايفين مغسولة حلو جدا، فتحتها كده من عند بطنها وبدأت ان انا احشي الفراخ بالشكل اللي احنا شايفينه دي. احشيها كويس جدا. فتحت كده برضو من عند الجناب كده من عند الوراق. طبعا غسلها حلو جدا وشايله الماده الزلاليه اللي هي بتبقى موجوده فيها. بدات ان انا احشي كده بالمعلقه وادخل فيها كده من جوه بالشكل ده. طبعا كلنا بنعرف نحشي الفراخ وسهله جدا وبسيطه، مش بتاخد يعني حاجه صعبه ولا حاجه في الحشو. لو انت اول مره جديده معايا في القناه، يا ريت تاخدي جوله كده في القناه، ان شاء الله تعجبك وفيها افكار ووصفات حلوه كتير هتستفادي منها. وما تنسيش تفعلي الجرس وتعملي بقى لايك للفيديو بتاعنا النهارده، وتابعي معايا الفيديو للاخر هتستفادي منه حلو جدا. تمام، بدات كده ان انا خلصت حشوه الفرخه دي ودخلت فيها كده الكبده والقرنصه بتوعها. هنبدا ان احنا نكتف الفراخ بتاعتنا طبعا علشان نجهزها للسلق معانا. بالشكل ده كده كتفتها عشان طبعا ما تخرجش الحشوة اللي انا حاشيها فيها. بالشكل ده شكلها بقى حلو جدا وتمام كده خلاص. هنبدأ بقى نجيب الفرخة التانية هنعمل فيها نفس اللي احنا عملناه في الفرخة الاولانية برضو. هنحشيها بنفس الطريقة كده، هنحشيها من جوه كده من عند بطنها كويس جدا، وبنفس الطريقة برضو من عند الوراق كده في الجناب هنبدأ ان احنا نحشيها. حابه ان انت تعملي برضو البط بنفس الطريقه بيبقى حلو جدا، انا بعمله برضو بنفس الطريقه. بحط فيه زبيب كده البط برضو بيبقى طعمه حلو قوي قوي. عملته معاكم قبل كده الفراخ بالتقليه برضو في القناه. فيديو حلو جدا برضو، حابه ان انت تشوفيه هتلاقيه عندي في القناه. خلاص كده يلا بينا نروح على البوتاجاز ونشوف الفراخ هنسلقها ازاي مع بعض. جبت معايا حله على النار، طبعا سخنتها كويس جدا. نزلت فيها كده بمعلقه من السمنه زي ما احنا شايفين. تمام، هبدا ان انا اشوح الفراخ بتاعي. عامه انا بحب ان انا اشوح الفراخ كويس جدا، ما بحبش ان انا احط الفراخ في ميه ما بتغلي يعني واسلقها على طول. ما بحبش طعمها كده، فبستحسن ان انا احط الفراخ اشوحها شويه كده حلوين. نزلت كده بفص مستكه الاول كده زي ما احنا شايفين، ونزلت بعد كده بالفراخ. هنشوحها تشويحه حلوه كده لغايه ما تاخد معانا تشويحه حلوه ولون حلو. نزلت كده ببصلايه، طبعا هطعم ما كل ده تطعيم بقى للشوربه بتاعتنا. رشه بسيطه كمان من الفلفل الاسود. تمام، ورشه بسيطه كمان من الحبهان وورق لورا زي ما احنا شايفين. كل دوت تطعيم بس للشوربه بتاعتنا. هتهدي احلى شوربه من الفراخ ديت بالطريقه دي. تمام، هبدا كده بقى اقلبها كده واشوحها كويس جدا في الماده الدهنيه اللي نزلت بيها. حابه تطبخيها بالزبده بالزيت، كل حاجه طبعا ترجع لك بالسمنه البلدي. اي حاجه حابه ان انت تعمليها بتبقى حلوه جدا وهتطلع معاكي مظبوطه وناجحه. هبدا ان انا اقلب بقى الفراخ كده واشوحها على الناحيه التانية زي ما احنا شايفين. الفرخه دي كده عصلجت معايا مش راضيه تتقلب معايا، فاتقلبت الحمد لله في الاخر.
تمام. اخيرا الحمد لله. حطي بالك للفيديو النهارده وما تنسينيش ولا تبخلي عليا باللايك بتاع الفيديو النهارده عشان يوصل بيكم لاكبر نسبه مشاهده ان شاء الله. كده خلاص الفراخ معايا تمام واتشوحت تشويحه حلوه جدا. هجيب بقى ميه سخنه تكون مغليه معايا زي ما احنا شايفين، وهنزل بقى بيها على الفراخ طبعا علشان تغلي معايا بسرعه. تمام. هغطي بقى على الفراخ بتاعتي وهسيبها كده لغاية لو فيها اي ريم يطلع منها يطلع. حطيت ملح في الاول كده عشان طبعا لو فيها اي ريم يطلع، الملح بيساعد ان الريم بتاعها يطلع. هغطيها كده بس. وزي ما احنا شايفين هي الفراخ حلوة جدا مفيش فيها اي حاجة. حابة بس يعني تشيلي منها رغوة بسيطة كده زي ما احنا شايفين، هشيلها برضو منها لضمان وسلامة الشوربة بتاعتك وعشان تديكي نتيجة افضل. كده خلاص طبعا الشوربه بتاعتنا شايفين لونها لسه ما يعني الفراخ ما غلتش مع بعضها قوي، والشوربه بتاعتنا زي ما احنا شايفين. تمام كده خلاص هغطي بقى عليها واسيبها تعيش مع نفسها. هظبط بقى الملح بتاعها بس، وكده تبقى الفراخ تمام. نزلت كده برضو بطماطمايه كده فتحتها من النص طبعا عشان ايه تدي للشوربه لون حلو كده. وهسيبها بقى تستوي زي ما احنا شايفين الفراخ بتاعتنا استوت مع بعض. شايفين لون الشوربه بجد تحفه جدا جدا. اعتمد الطريقه دي في الفراخ، بجد طريقتها حلوه قوي وهتديكي طعم للشوربه مميز جدا. خلاص بقى كده هطلع الفراخ من الشوربه ونبدا ان احنا نحمرها مع بعض. انا بحب الفراخ البلدي دي بتبقى متحمره كده في الزيت، لان لو دخلتها الفرن هتنشف معاكي. ما بتبقاش هي الفرخه مليانه قوي زي الفراخ البيضه. فبحمرها زي ما احنا شايفين. حطيت طاسه على النار وحطيت فيها شويه من الزيت، وطبعا كالعاده نزلت بشويه من الملح كده في الطاسه عشان طبعا ما تلزقش معاكي وما تطرطش معاكي الدنيا. الزيت معايا سخن حلو جدا. هنزل بقى بالفراخ بتاعتنا في الطاسة كده زي ما احنا شايفين. هنحمرها بقى من الجميع الجوانب وتاخد لون حلو كده ونخرجها مع بعض. هغطي عليها بس عشان ايه ما تطرطش الزيت على البوتاجاز. وزي ما احنا شايفين خرجت معايا الفراخ، شايفين لونها حلوة جدا ما شاء الله، والتكتيفة بتاعتها مظبوطة والحشو بتاعها مظبوط جدا جدا. هوريكم بقى الحشو بتاعها من جوه والزبيب معاها عامل ازاي. طعمه بجد رهيب جدا، جربيه. يا رب ان شاء الله وصفتنا النهارده تعجبك. لو اول مره تشوف القناه ما تنسيش تعملي قناه لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مني ان شاء الله. زي ما احنا شايفين حبايه الزبيب عامله ازاي حلوه جدا. تمام. حطي بال لايك للفيديو واشوفكم في فيديو جديد وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.